أهلا بكم مشاهدين قناة جسر الأمل في كل مكان. رغم الألم يحيى الأمل. يا جماعة، الانتخابات بقت على الأبواب، والدورة دي المفروض ننتخب فيها نواب بجد، نواب يكونوا بيتكلموا عن مشاكلنا، نواب يقدروا يحافظوا على حقوقنا، يقدروا يحاسبوا الحكومة، نواب يعني من أمثال النائب ضياء الدين داود. المفروض الناس دي تبقى أغلبية في البرلمان القادم. أقول إن الحكومة كل ما تتزنق الفلوس هتدوها فين؟ احنا لازم الإيرادات الدولارية للبلد دي، وزير المالية لازم يقف على البوديوم ده يتحاسب، يقول فلوس البلد فين؟ احنا هنكمل السنوات الجاية دي ازاي؟ هتنفع تمشي كده لغاية امتى؟ دي النائب اللي بجد، اللي تقدر تديله صوتك وانت مطمن. النائب مش زي النائب اللي بينزل كل 5 سنين يوزع ابتسامات في الافراح وفي المعازي، وساعة ما ياخد صوتك يقفل تليفون. سلم للحكومة اللي بعدك ازاي؟ ده سؤال قبل ما نقول الورق ده هيتوافق عليه ولا هيترفض. البلد دي مسؤوليتنا كلنا، مش مسؤولية لا مغامر ولا مقامر بمستقبل البلد دي. هو ده النائب اللي بجد، النائب اللي انت تديله صوتك. دور في الدايرة عندك، ولما تلاقي نائب زي النائب ضياء الدين داود اختاره، هو الأصلح، اختاره حتى لو ما نجحش. مستسهلين الحكاية ازاي؟ ده أمر تخطى كل الحدود، ده أمر لازم يترفض عشان ودن الحكومة تتقرص وتفهم إن الحلول والرشد الاقتصادي هو الحل. أنت اللي مورط نفسك، هتستمر في عملية التوريط دي وتوصل بالبلد والله صوتنا هنتحاسب عليه قدام ربنا، وعايزين نتعلم ازاي نختار نائب بجد. انا بقول ليه حتى لو ما نجحش، عاوزين نعلم اولادنا ازاي يختاروا نائب يدافع عن مصالحهم، حتى لو مصالحهم الشخصية. لو انت فلاح وعايز شكارة كيماوي، انتخب اللي يجيب لك شكارة الكيماوي. لو انت دكتور نفس النظام، لو انت مهندس نفس النظام، صوتك هتتحاسب عليه. انا جايب مثل زي ضياء الدين داود، لان ضياء الدين داود نموذج للنائب اللي بصحيح، النائب اللي بجد. ان احنا نخرق واحنا على علم. سيادة الرئيس، الوضع جد خطر، لابد ان تقف هذه الحكومة عند. ما تقولش صوتك مش هيفرق، لا صوتك هيفرق. صوتك يغير معادلة كاملة، واختار اللي يعبر عن نفسك ويعبر عن مصالحك ومستقبلك ومستقبل أولادك. النائب ما هوش نائب خدمي أكتر من إن هو نائب يشرح قوانين ويشرع الدستور ويعمل لنا كل القوانين اللي تخدم شغلنا وتخدم مصالحنا، وما نقعدش في الآخر نعيط ونقول إحنا مالنا.